والله يا أخي ساهر، لا أعلم يعني كيف يخرج علينا أمثال هذا الكذاب الدجال الخبيث الخسيس الثعبان عثمان الخميس. يعني يتطاولون ويطعنون في دم النبي. يعني سئل في بول وبراز الطير والأنعام فقال هي طاهرة واستدل بحديث مرابض الغنم وقال صلوا في مرابضها فإنها دابة من دواب الجنة فهي طاهرة. يعني بعقلك، إذا كان بول الغنم وبراز الغنم وغوط الغنم والمكان الذي تبول فيه الغنم ويغوط فيه الغنم طاهر، ودم نبينا ليس طاهر، تقول إذا خرج منه ليس طاهر؟ البول يخرج من الغنم ويبقى طاهر. أنت مجنون بعقلك؟ يعني أنت كيف تعقل أصلا؟ لكن أنا لا أعجب من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والله إمام العالمين وشيخ الإسلام وشيخ العالمين وأول من يدخل الجنة وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، الذي تحشر الناس على قدمه، النبي الأمي محمد، النبي الكريم الأكرم عليه صلوات ربي. قال عن جدكم ذي الخويصر التميمي، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا أو من نسل هذا قوم من ها هنا، وأشار جهة المشرق يعني نجد. وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يسألون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. كفرتم أمة محمد، كفرتم آل بيت النبي عليه الصلاة الله بدعوى النجد الوهابي شيخك وجدك. أنتم يعني النبي عليه الصلاة والله حين دعا للشام وقال اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال يخرج منها قرن الشيطان والفتن والزلازل والبلايا والأمور العظام، أنتم شر الخلق والخليقة. أنا لا أكره بني تميم ولا أكره بني أمية، ولكن اتقوا الله في أهل بيت النبي، اتقوا الله في رسول الله، لا يطعن أحدكم في رسول الله، والله لا ندعه ما بقينا أحياء، وإن أذن لنا ربنا اختلعنا قلوبكم وقطعنا ألسنتكم. فالحمد لله رب العالمين، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا.